يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. شايفين البرجر ده؟ انا مش شاريه جاهز. تعالى اقول لكم انا عملته ازاي. تابع معايا الخطوات، شوف انا عملته ازاي. هتجيبي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهتجيبي كوبايه ونص من الفوي الصويا. طبعا انا غسلته ونقعته في الميه لمده نص ساعه لحد ما نفش كده. طبعا اهم حاجه تصفيه من الميه، بصوا ما فيهوش ولا نقطه ميه. صفيه جامد جدا من الميه، دي اهم حاجه. هتجيبي بصلتين وتفرموهم في الكبة، بصلتين كبار. عايزة اقول لكم بتطلع كمية كبيرة معايا. تقدري برضو تشوفي الكمية اللي تناسبك وتعمليها. هو النص كيلو من اللحمة المفرومة بيحتاج ربع كيلو من الفوي الصويا. عايزة اقول لكم انا حطيت تمن من الفوي الصويا، ما حطيتش الربع كله. حطيت بقى معلقة فلفل اسمر، معلقة شطة، كمون، بابريكا. حطيت تاني توم باودر، وملح طبعا. وحطيت خلطة البرجر ديت. الخلطة دي بتقضي نص كيلو لحمة مفرومة. يعني الكيس ده ب6 جنيه. الكيس تحطيه على نص لحمة مفرومة. لو هتعملي كيلو حطي كيسين. هنا انا حطيت معلقة بابريكا. يبقى هقول تاني: ملح، فلفل، كمون، شطة، بابريكا، توم باودر. حطيت صح معلقة ال7 بهارات. حطيت خلطة الهمبرجر، معلقتين كاتشب على معلقتين مستردة. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعضيها. هقولك تاني المكونات ايه، التوابل ايه: ملح، فلفل، كمون، شطة، بابريكا، توم باودر، كيس خلطة الهمبرجر. وحطيت معلقتين كاتشب ومعلقتين مستردة، وهنقلب كله على بعضه. عايزة اقول لكم خلطة الهمبرجر الكيس بيخلي ريحته جميلة جدا جدا جدا. طبعا بقى هجيب بقى الكبة بتاعتي اللي كنت فارمة فيها البصل. همسك بقى كل اللحمة دهيت، اديها فرمة تاني مع بعضيها كده. عايزة اقول لكم طلعت كمية كويسة معايا، وعلى شرط انا ما حطيتش ربع كيلو فوي صويا. يعني انا حطيت 8 كيلو. جبت ربع كيلو اشتريته، ربع كيلو ب16 جنيه. حطيت نص الكيس. اهم حاجه تصفيه من الميه كويس عشان ما تخليش العجينه سايله معاكي. بصي العجينه طالعه جميله ازاي، ناعمه وجميله. حاجه انت ضامنه نظافتها، انت اللي عاملاها في البيت بايدك، عكس ما بتشتري الكيس. مش عارفه انا عن نفسي ما بحبش الهمبرجر اللي بيتباع بره خالص، سواء بقى نوع حلو نوع وحش. مش عارفه انا ما بحبوش. انا ولادي تملهم لما يقولوا عايزين همبرجر كنت اجيبه واعمله يعني ما استريحلوش. دي بقى اللحمه انت جايباها انت وانت اللي عاملاها. هنا ده انا جبت المكبس بتاع الهمبرجر. تقدري برضو تعملي بغطا برطمان لو انتي ما عندكيش. بتجيبي بقى الكيس تفرديه كده في المكبس، وتحطيه تتنيه عليها، وتكبسي بيها كده. بص هتطلع نفس الهمبرجرايه اللي بتتباع بره. ويفضل طبعا ان انتي ايه لما تحطيها على الطبق تسيبيها في الفريزر شويه تجمد. انا هنا حطيت كيس على الطبق عشان خاطر ما تلزقش فيه. وهتني الكيس الناحيه التانية عليها برضو. انا ده كيس التلاجة انا قسمته نصين، فردته في الطبق وبدأت اللي انا ايه ارص عليه. هعمل كده كام واحدة اوريها لكم. زي ما قلت لك انت لو ما عندكيش المكبس دوت عادي، تقطعي على يعني غطا برطمان عندك. طب بطبق كده وتقومي مسوياه بايدك. يعني مش شرط يكون المكبس ده لو انت مش عندك. اهم حاجة نحط كيس فيصل ما بين الهمبرجر عشان ما يلزقش ايه معاكي. طبعا تقدري تعملي الكمية كده وتشيلها في الفريزر وقت ما تحبي تطلعي. هتريحك وتساعدك. يعني لو مثلا الأولاد مثلا محتاجين ياكلوا سندوتشات بالليل في العشاء ولا حاجة، أو على الغدا،
بتبقى سهلة بقى، تطلع مجمدة كده بتقومي حطاها في الطاسة بتبقى سهلة معاكي. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتصلوا على النبي كده في التعليقات. بصي الكمية اللي مطلعتها عملت لي تقريبا كده 14 واحدة. هنا الطبق ده خد اتنين 4 قصدي، 2 تحت و2 فوق. الطبق دوت انا عاملة فيه 3 ادوار اهم التلاتة، يعني 6 وحدات، وده 4 همت، يعني 14 واحدة عملولي بالحجم الكبير ده. هنا انا جبت بقى طاسة واديتها دهنة زيت كده، حطيت معلقة زيت، وهنزل بقى ايه بالهمبرجر بتاعي. اول ما الزيت يسخن وطي النار بس عليها شوية، يعني مش توطيه قوي، يعني هديها حبة. جيت اشتري بقى جبنة شيدر، سوبر ماركت قال لي ب180 جنيه، ده اللي هي الحلوة يعني اللي بتسيح. قلت له 180، قال لي اه والله ب180. قلت بقول لك ايه، هات ب15 جنيه جبنة شيدر عادية ان شاء الله مساحت. هنعمل ايه، الدنيا غلا يعني. جبت بقى جبنة الشيدر كده قطعتها انا. هعمل ايه بقى بيها لما تسيح، ان شاء الله مساحت، المهم نقضي الغرض وخلاص. ولو ما فيش جبنة شيدر يعني هنقول لأ، اعملي سندوتش وحطي عليه خس وطماطم، وفرحي ولادك حاجة كده انت ضامنة نظافتها وعاملاها في البيت. ما نضمنش هما بيفرموا ايه في اللحمة بره، يعني احنا مش ما احناش عارفين، يعني حاجة مجهولة المصدر. هنا بقى انا جبت الكايزر، بعت ابني يجيب لي الكايزر الكبير بتاع ماك، ما لقاش، فراح المخبز وجاب ايه الكايزر دوت. نحط بقى كده كاتشب ودلعي ولادك كده وبسطيهم. عايزه اقول لكم ما بيفرحوا بالاكلات دي قوي. هنجيب بقى خس اللي هو الكابوتش ده، قطعيه بقى كده وحطيه، ونحط طماطم. طبعا هو لو كان جاب لي الكايزر الكبير ده كنت عملت كذا طبقه، بس ده الكايزر ده صغير مش كبير. حابه بقى تحطي مستردة مايونيز براحتك بقى. بصوا الشكل ده، والله كانت حاجه تحفه تحفه تحفه. استنوني بقى في وصفه جديده من وصفات لومة، واشوف وشكوا على الف خير.